لو بتحبي الحلويات وعايزة تاكلي طبق حلو كده على السريع وخفيف ومش مكلف، أهم حاجة يبقى الفيديو ده من نصيبك. تعالي بقى لما أقولك أنا إزاي عملت الطبق الحلو دوت وما كلفنيش حاجة، كله من البيت. يلا بينا هشرحلك إزاي عملته بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة وما كلفنيش حاجة، لأن كل المكونات موجودة عندي في البيت، من سمنة لشعرية، جوزة الهند طبعا دي بتبقى موجودة مع المكسرات، عندك زبيب، عندك أي مكسرات استعمليها. الزبيب طبعا أرخص أنواع المكسرات، فلو استعملتيه بيدي طعم حلو قوي للطبق ده. أول حاجة بنجيب حلة ونحط فيها معلقتين كبار سمنة بلدي، لازم تبقى سمنة بلدي علشان تقدري تستطعمي الطعم بتاع الأكلة دي الحلوة اللي هي شعرية بالحليب بالسكر بالمكسرات. معلقتين كده كبار حلوين سمنة بلدي أو زبدة بما يعادل 200 جرام زبدة، بس الزبدة تبقي تحطي معاها معلقتين زيت علشان ما تتحرقش منك. وهاتي نص كيلو شعرية، بعد ما تحطي السمنة تسخن حطي انزلي بالشعرية عليها، قلبي كويس قوي علشان ما تتحرقش منك. خلي الشعرية كلها تتغلف بالمادة الدهنية زي ما انت شايفة كده. انا بقلب بسرعة اهو. أكلة جميلة، وفي الشتاء يا جماعة الأكلة دي لو عملتوها كده بالليل وانتوا قاعدين قدام التلفزيون حلوة قوي وطعمة ولذيذة. اهي الشعرية خلاص بتتحمر اهي، دخلت على اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اللون الجميل دوت، اوعوا تتحرق منكم، اوعي تتحرق منك يا ست البيت يا جميلة. بصي اللون ذهبي وجميل. ممكن تعملي نص كيلو على حسب عدد أفراد الأسرة، ولو على حسب برضو اللي بيحبها واللي ما بيحبهاش. بصوا بقى الجمال، ادي اللون اللي احنا عايزينه، ده اللون المطلوب، اللون الذهبي الجميل دوت. تمام كده. تعالي بقى بعد ما تتحمر انزلي عليها بمية سخنة من الكتل عشان ما تتعجنش منك. بصي زي ما انت شايفة كده بتحطي مية زي ما يكون هتسوي رز. تمام كده، زي ما تكوني هتسوي رز بالظبط. اول ما تتشرب المية توطي النار عليها، بس قبل ما تتشرب المية بتاعتها دي تحطي بقى سكر بودرة على حسب برضو ما بتحبي السكر، بتحبيه كتير زودي، بتحبيه قليل حطي كمية صغيرة. انا ما كانش عندي سكر بودرة فاضطريت احط سكر خشن اللي هو السكر اللي بنعمل منه الشاي، نص كوباية. حطيتها وقلبت كويس، وهوطي بقى النار لغاية ما الشعرية تستوي وتاخد راحتها في السوى وتبقى مفلفلة زي ما حضرتك شايفة كده. تمام. تعالي بقى خلاص الشعرية حطيتي لايك للفيديو ولا لأ؟ واعملي إعادة نشر للفيديو عشان الناس كلها تشوف الأكلة الجميلة البسيطة دي الغير مكلفة. نوع من الحلويات غير مكلف، صنف جميل غير مكلف. خلاص بقى كده استوت. هاتي بقى الطبق وحطي عليه بقى الحليب اللي تحبيه، اي كمية انت بتحبيها. انا كده ما حطيتش حليب على الطبق ده على فكرة. حطي الحليب اللي انت عايزاه وحطي المكسرات اللي تحبيها، والطبق هيبقى قدامك زي كده وبالهنا والشفا. وما تنسوش دعوة حلوة ليا لو عملت الطبق وعجبكم، وما تنسوش إعادة نشر للفيديو.